اهلا وسهلا كابتن احمد، امسي عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. وحاب اوضح من بدايه المكالمه اني انا اللي طالب. اهلا وسهلا عشان ما حدش يقول لك حاجه. اهلا وسهلا بحضرتك. وحتى لما حضرتك بتقول احمد انا عارف العشم والموده وطباعنا كعرب، وهذا انت عارف طباعنا، وانت عارف كل حاجه، انت عارف معزتك اساسا. الله يخليك يا كابتن احمد. الله يخليك. انا عاوز اتداخل لو سمحت انك تترك لي المساحه لمده 10 دقائق. اتفضل يا فندم. اني اتكلم بدون ما حدش يتداخل معي. اتفضل يا فندم. في كلام من القلب انا هقوله لكل عاقل في بلدي الثاني، جمهورية مصر العربية، جمهور الكروي فيها كافة الجمهور. نعم. في البداية هعلق على جزئية تخص المستشار مرتضى منصور. نعم. في مداخلته قبل شوية. نعم. وبعدين هكمل وهتكلم في كلام بتفصيل. أتمنى أنه صدرك وصدر المشاهدين كلهم يكون واسع ويستوعب اللي انا عاوز اوصل. اتفضل. اول حاجه في جزئيه احمد الشناوي، سمعت مداخلتك مع المستشار مرتضى منصور انه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ما كانش يعرف. لا، كان يعرف وكان في مكاني الموضوع، وهو اللي طالب الشناوي بالاسم وبوجود خالد ابو بكر وشخصيه كبيره في اتحاد الكوره وبمعرفتك يا كابتن احمد. ده واحد بمعرفته نصا. واللي زعلني في الموضوع انه لما وصل احمد الشناوي دخل الفاس في الراس على قولتهم، انسحب الكابتن خطيب وراح غرفه ثانيه وقال لا بورسعيد وما بورسعيد. ليش نطلبه اساسا من الاساس؟ وده اللي دخلنا في المشكله مع المستشار مرتضى منصور. نعم. ثاني حاجه بالنسبه لجزئيه صله. جزئيه صله تدخلت جهات نكون لها كل الاحترام والتقدير في جمهورية مصر العربية. هذه الجهات يعني لو تطلب ناصر ابني مش حقصر معاهم فيها. فتدخلت وهي اللي طلبت يعني الاستمرار في التعاقد بناء على خطاب والحاح من النادي الاهلي. نعم. فدي جزئية عاوزين نفصلها وننتهي منها. انا يؤسفني الان وانا بتكلم حتكلم بكل وضوح وللمرة الأخيرة. تركي آل الشيخ لا يتعرض لأي نوع من أنواع الابتزاز أو أي نوع من أنواع الضغط أو تغيير الكلام أو قلة الأدب، لا في الإعلام ولا في السوشيال ميديا. في جزئية يا كابتن أحمد، لما يزج باسم نادي بيراميدز وباسمي اليوم في صفقة أزارو، مشكلة اللي انا اقدر اعتبرهم دلوقتي عصابه موجوده في اداره النادي الاهلي. بلاش كلمه عصابه الله يخليك عشان خاطري، معلش. لا لو سمحت يا احمد، لو سمحت معلش برضه ناديه ودول اساتذه الناس لهم كل احترام وتقدير ولهم كل معزه. خلاص انت اتفضل يا فندم. بس احمد اتفضل احمد اتفضل. لو سمحت انا هقول كلامي بعد اعقب براحتك. اتفضل. العصابه اللي موجوده في ظل وجودي انا رئيس فخري وقبل ما انسحب كانت حاطتني شماعة لأغلاطهم. في صفقة صلاح محسن اللي أحزنهم أني خلصتها عن طريقك، وأنت كان لك دور رئيسي فيها لحبك للنادي الأهلي. مش عاوز أدخل ناس جالسة 30-40 سنة تتدخل في الصفقات بطريقة غير يعني أنا شفتها غير مفيدة. النادي كان محتاج لاعب، اللاعب حيجي، انت كان لك تواصل مباشر معاه وانت اللي انهيت الصفقه يا كابتن احمد، صح ولا لا؟ نعم. نرجع للتاريخ. انت ما كنت الشخص الرئيسي في انهاء صفقه صلاح محسن. نعم. ولا لا؟ نعم. يعني كان ليا دور. اتفضل يا فندم. ايوه. نرجع لموضوع الان. تركنا النادي الاهلي ورحنا بسكه ثانيه. موضوع جوميز يحطون شماعه لفشلهم. فين جوميز اللي وقع مع نادي سعودي؟ خلينا نشوف فين النادي السعودي. جاوبني يا كابتن احمد. لا مش موجود في نادي الاتفاق. ازارو وفشل تعاقدهم. حطوه في نادي الاهرام وانه كبري ايش؟ ونادي الاهرام كامل الاجانب فيه. احنا نتكلم بالعقل. نعم. انا مش عندي في فريقي مدير تعاقدات كان يتفسح في روسيا ولما انتهى المونديال رجع ويحط شماعات لفشله. تمام. 3
وهذا النقطة المهمة واللي أبغى أقول لك إياها. فعلا مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء فيه، وأنت المكالمة اللي كانت بيني وبينك الأسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تشوف الكابتن الكبير أحمد شوبير هو بيتكلم على الأهلي، تعرف إن الراجل ده أهلاوي يعني أبا عن جد. طبعا لما نشوف الأستاذ سيادة المستشار تركي آل شيخ وكلامه عن الأهلي، تحس إن هو مش عارف هو اوصفها لك ازاي. تحس ان هو يعني بيحب الاهلي من زمان جدا وبيعشق الاهلي. وطبعا حرفيا الاهلي هو اللي مشرف مصر بمعنى الكلمة. والله يعني انا مش بجامل. الاهلي في ماتشه الاخير ده مع الزمالك بين ان الاهلي مهما اتكسر او مهما ضعف عمره ما يموت. النادي الاهلي نادي كبير، نادي عظيم، نادي فيه نجوم، وللاسف في لعيبة ما تستحقش تبقى موجودة في النادي الاهلي، وفي لعيبة بتبذل قصارى جهدها علشان خاطر لابسة تيشيرت الاهلي، عارفة هي بتلعب لمين ومع مين، عندهم انتماء. يعني بصراحة عجبني حسين الشحات في لما نزل، من ساعة ما نزل هو ما شاء الله يعني عمل شغل كبير جدا، وهو يعتبر هو مكسب للأهلي كبير جدا. يعني احنا كنا محتاجين ان احنا نكسب في ماتش الزمالك، يعني عايز اقول لك بنسبة 100,000,000%. مش بقلل من نادي الزمالك او بقول ان نادي الزمالك وحش، لا بالعكس. على فكرة نادي الزمالك فاق جدا جدا في الفترة الأخيرة. بس الأهلي هو الأهلي، مهما طلعنا مهما نزلنا هو النادي الأهلي. بيبان في المواقف اللي زي كده، بيبان في وقت الشدائد تلاقيه ما شاء الله يعني صاحب حتى يعني انت تتفرج على النادي الأهلي لحد آخر دقيقة ما تتوقعش النادي الاهلي ده ممكن يكسب في لحظة. شفنا الكلام ده كتير جدا جدا جدا. فبصراحة اللي عمله حسين الشحات خلى الجمهور الاهلاوي يفتخر بحاجة اسمها حسين الشحات. على فكرة في ناس كتير بتحب حسين الشحات، وفي ناس للأسف بتروج إشاعات وبتقول إن هو مادي ومش مادي. على فكرة يعني حتة الماديات وحتة الكلام ده يا جماعة يعني المفروض ما نتكلمش فيه، عشان خاطر يعني عايز أقول لك إن كل واحد عايز يوصل يعني، أو إحنا بنجري، كل الناس بتجري ورا المادة يعني. فلما يجيلي عرض كويس ليه لأ ما مطلبوش أو ما اختارش العرض ده. لكن انا من وجهة نظري حسين الشحات ما ينفعش يسيب ما ينفعش. يعني هو في ناس كتير طلعت وقالت ان هو عايز عرض، يعني عايز يعلي اجره ومش عارف ايه الكلام ده. دي حاجات ما بينه وما بين الادارة، يعني ما ينفعش تطلع بره. عايزك تشاهد الفيديو الاخر، تشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.